مصر لو اتمسكت في الوقت ده بالذات بالنار والحديد، البلد دي كمان 5 6 سنين مش هيبقى لها زي. وانتم كاحزاب عايزين تشوفوا نفسكم، هيبقى لكم رؤيه وهيسمعوا لكم، لان كمان 5 6 سنين لما البلد تتمسك صح ويشتغلوا صح والحكومه تشتغل صح، مش هيبقى في لا بلطجيه ولا هيبقى في حراميه، والبلد هتظبط. بعدها هيسمعوا لكم وهيسمعوا من رايكم وهيشوفوا الاحزاب اللي انتوا عايزين تعملوها. من هنا هتبتدوا تاخدوا الخطوه الاولى. انما دلوقتي لما زاد وعبيت ونطيتوا الحياه كل واحد عايز يعمل لي حزب، يبقى في مصر 3000 حزب والاحزاب كلها بتكره بعضها. طب وبعدين احنا لازم نوصل لحل. الحل الوحيد اللي فيه حكومه في الدوله، خدت بالك، لازم نصطف وراها، سواء الحكومه دي غلط او صح. صدقني من هنا هنوصل لحل. انما لما هنقعد هناكل في بعض وننتش في ده ونهتش في ده، البلد مش هتتقدم، عمرها ما تتقدم. البلد دي تمسك من النار، وقت ما تمسكت من النار صدقني البلد دي هتتقدم، لان الحكومه لا هبله ولا عبيطه. الحكومه عارفه مين الصالح ومين الطالح، بس مش عايزه الناس تاكل في بعض. ده هي الحكومه بتطبطب عليكم، والله بتطبطب علينا. احنا قاعدين اهو بنتكلم في احزاب، وده بيعمل احزاب وده بيعمل وده بيسوي، مش حد بيقول لنا حاجه. احنا عايزين اكتر من كده. وعملوا كرنيهات. الموضوع هما فيه يا جماعه، سيبوا البلد تتقدم بس، لان احنا مثلا 5 6 انفار ولا 7 انفار قاعدين كلنا مش متوافقين على راي واحد. مثل ال5 6 انفار دول في شعب مصر كله مش متوافق. خدت بالك؟ وبعدين الشعب المصري كله معظمه امي. عايز ياكل وبس. سيبوا الحكومه تاكله دلوقتي، واما يشبع يبتدي يفكر، يبتدي يدبر. انما دلوقتي كله قاعد يهاتي وكله قاعد يقول يا جو يا هو. بس ايه واحد لا كده كتير يا جماعه، كده كتير. انا ما اقدرش اعمل كده والله.